رسول الله صلى الله عليه وآله عبر عنها انها ام ابيها. شنو يعني ام ابيها؟ تمر عليك ان مكة ام القرى؟ ما معنى ام القرى؟ يا ام المدن، ترى المقصود بالقرى هنا المدن، ان مكة ام المدن. شنو الامومة منين جاية؟ يعني كأن الاصل اللي بعث الشرف الى باقي المدن، الاصل اللي اذا اكو مدينة من المدن الها كرامة او الها شرف، فمن شرف الوطن الام. طبعا هي وطن الاسلام، ام القرى يعني ام مدن الاسلام، لانها الام اللي بعثت بالكرامة لسائر البلدان. الام هي الاصل. مو احنا نقول ان الفاتحة، فاتحة الكتاب هي ام القرآن، ام القرآن ام الكتاب. ايش معنى؟ يعني ان ما بها من الفاضل يسع كل ابعاض الكتاب. كذلك لما يقال عن الزهراء انها ام ابيها، يعني ام العترة التي حملت رسالة ابيها. الام تلد الاعضاد، وذول اللي ولدتهم هم الامتداد الطبيعي لرسول الله. ولذلك كان النبي يقول كل بني ام ينتمون الى عصبتهم الا بني فاطمة فانا ابوهم. لاحظ، فالزهراء صلوات الله عليها تقدر تعتبرها البيئة الطبيعية اللي حملت الامتداد الطبيعي للرسالة، وهم ابناء محمد. ولهذا كان كل واحد من عندهم يقول اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد. يعني احنا نسخة من كيان الرسول، ما عندنا الا ما عند الرسول، ما عندنا شيء. يعني علمنا من، شرفنا من، كرامتنا من، احنا امتداد الطبيعي، احنا حملة رسالته. وبالفعل هكذا. وهذا من الوعاء اللي حمل هذول، من الوعاء اللي حمل هذول الزهراء سلام الله عليها. الوعاء اللي هو مصدر العترة الزهراء، الوعاء المادي والوعاء المعنوي.